السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة، ويا رب يسعد قلوبكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. اللهم اصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النهاردة يا جماعة قلت ما أجيب معاكم أجنحة وأعملها بطريقة تانية غير اللي أنا عملتها قبل كده. أنا بنضفها دلوقتي عشان طبعا لما أنا جبتها من الفرارجي طبعا فيها بيبقى شيء أكيد فيها لسه ريش، وبيبقى فيها حاجات زيادات كده. طبعا بنشيلها عشان مش بنبقى حابينها وكده. فقلت انضفها معاكم، وبعد كده ما خلصت تنظيفها كويس جدا هحطها في محلول نقع لمدة ربع او نص ساعة، عشان انا مستعجلة النهاردة عشان نازلة. فحطيت دلوقتي معلقة ملح، واسفة على ايدي اللي كانت باينة مكنتش واخدة بالي. وجبت ليمونة وليمونة ونص وعصرتهم في المية، وهجيب معلقة سكر كمان وهعصرها في المية واسيبها نص ساعة. وبعد كده بعد ما اشيلها من محلول النقع هكون عاملة لها هسلقها الاول. هسلقها او هشوحها تشويحة كده خفيفة. وبعد كده عشان عايزة شوية شوربة اعمل بيهم خضار. فانا عشان ما عنديش شوربة وانا كده كنت عايزة اشويها الاجنحة، بس قلت انا محتاجة شوربة. فبدل ما اعمل شوربة كدابة فقلت لا اشوحها، والصوص اللي هيطلع من التشويح بتاعها ازوده مية ويبقى ده شوربة بالنسبة لي. كده انا خلاص غسلتها كويس جدا بعد ما حطيتها في محلول نقع. جبت حلة هولع عليها، وبعد ما اولع عليها احط فيها الاجنحة تكون سخنت. احط الاجنحة على طول واحط لها، احط طماطمايه وبصلايه ولوري وحبهان وكده يعني. زي ما انتم شايفين كده برصها بقى كده عشان تتشوح بس الاول، وتنزل ميتها فيه وتشرب تنزل ميتها. وبعد كده لما بتتشوح بتنزل ميتها وبتنزل صوص خفيف كده منها. فانا محتاجه الصوص ده اعمل بيه شوربه عشان هعمل بيه قلقاس. فبدل ما اعمل على ميه، انا ما بحبش اعمل على ميه، انا بعمل كده ساعات كتيره لما اكون عايزه اشوي بعمل الطريقه دي. وجبت بصلايه اهو صغيره زي ما انتم شايفين، عشان لازم طبعا اطعم الشوربه اللي انا هستخدمها. وهخرطها معاكم اهي عشان هي بصلايه صغيره مش محتاجه يعني، مش مستاهله. وبعد كده احط بقى توابلي اللي هي فلفل اسود وحبهان شويه جوز الطيب برضو مطحون، وحبهان مطحون. لا اسفه ما حطيتش حبهان مطحون، حطيت حبهان حصى و... وبعد كده شويه ملح زي ما انتم شايفين كده. وهجيب طماطمايه اهي زي ما انتم شايفين وهقطعها. محبش احطها بحلقه، بحب اقطعها بس، واسيبهم بقى يتشوحوا كده مع بعض على نار متوسطه برضو. وغطيتها كده خلاص هي اتشوحت بقى ونزلت الصوص اللي انا عايزاه. فانا هجيب الصينيه اللي انا هحطها فيها في الفرن وهطلعها فيها واحده واحده كده. صلوا على النبي يا جماعه كتير واذكروا الله كتير. ومتنسوش يا جماعه تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناه عشان يوصلكوا، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا مني كل جديد. بتمنى يا جماعه ان انتوا تدعموني بالله عليكم عشان قناتي تكبر بيكم، ويا رب يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وانا كمان يا رب. كده بطلعها اهيت. وفي بقى صوص كده في الحله. هجيب بقى حله بعد كده بعد ما اطلعه خالص اهو، هجيب حله اصغر بقى شويه واحط فيها الصوص اللي طلع ده زي شوربه، بس شويه شوربه صغيرين اهو. هحطهم بقى في الحله دي عشان الحله دي كده بقت كبيره على شويه القلقاس اللي انا هعملهم. وهزود ميه بقى عشان كده يبقى عندي شوربه اسقط فيها القلقاس. بس هسيبها احط برضو فيها توابلها تاني، احط فلفل اسود تاني، واحط 7 بهارات تاني بس. واسيبها تغلي بقى، وبعد كده هبقى اضيف القلقاس لما تغلي، لما الشوربه دي تغلي. يا رب طريقتي تعجبكم يا جماعه، واتمنى بجد بجد انكم تدعموني عشان قناتي تكبر بيكم يا جماعه باذن الله. بعد كده بقى كنت عامله الخليط اللي هو بصلايه وطماطم فرماها في الخلاط، وطبعا التوابل العاديه، واحط شويه زيت برضو. حطيت حبهان و... وجوز الطيب و7 بهارات
وهمسك بقى الصوص ده كله، هدعك بيه برضو، مش يعني هحطه على الاجنحه كده، واحده من واحده كده، وشويه كركم حطيت. معلش لو بنسى حاجه، بس بتقع من دماغي. بس زي ما انتم شايفين بحطهم كده وبرصهم كده، عشان بقى اكون مسخنه الفرن او مشغله الفرن من قبلها بشويه عشان يبقى سخن. وبعد كده هحطها جوه في الفرن عشان تكمل سواها وتبقى اكنها مشويه. كانت طعمها جميل يا جماعه والله. وحطيت حته تومه صغيره برضو في التتبيله اللي انا عملتها دي، كانت مديها طعم وريحه جميله وهي بتتعمل وهي بتتسوى. بس كده يا جماعه بقى، هكون مسخنه الفرن وهحطها جوه بقى في الفرن، تاخد وتدي مع نفسها. هنا بقى القلقاس اهوت سقطته، وبعد ما سقطته بقى هنقله على العين اللي ورا شويه او اقلبه، وبعد كده احطه على العين اللي ورا عشان اعمل هنا الرز على العين الكبيره دي. اجيب حله تانية واحط فيها الماده الدهنيه اللي هي زيت وسمنه، وبعد كده عشان اعمل فيها ايه، عشان اعمل فيها رز بشعريه. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، معلش ممكن اكون نسيت الكاميرا شغاله، بس انا اسفه. اي بعد كده نقلتها هي على العين اللي ورا. بعد كده هحط على العين دي، هجيب حله واحطها عليها واحط فيها الماده الدهنيه اللي هي اهي، شويه زيت وحته سمنه. وبعد كده هحمر الشعريه لحد ما تاخد لون ذهبي. وبعد ما تاخد لون ذهبي هقوم نازله بالميه وبشويه الملح بتوعي. معلش يا جماعه الفيديو ده مش عارفه يعني ما كانش متظبط خالص، بس الحمد لله انه طلع للنور يعني. كانت في كذا حاجه ملخبطه النهارده، معلش انا اسفه يا جماعه. بس بعد كده هجيب الشعريه اهو زي ما انتم شايفين، واقلب بقى لحد ما تاخد لون، تحمر وتاخد لون ذهبي حلو. بس كده خلاص هي خدت لون. احط الميه، انا بحط الميه بعيني يعني، مش ببقى عامله مقدار يعني كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه زي ما انا قلت لكم قبل كده. لا انا ببقى عارفه بعيني بنظره عيني يعني. حطيت ملح اهو، وبعد كده الميه تغلي هسقط الرز. وطبعا ورا القلقاس بيتسلق زي ما انتم شايفين هو بيغلي عشان على ما يستوي. بعد كده هكون عامله له الخضره بتاعته اللي هي سلق وكزبره اهي على العين البوتاجاز اهي، فرمتها في الكبه وتوم، وحطهم في الطاسه الصغيره ديت يتحمروا. وبعد ما يتحمروا هسقطهم، هطشهم زي بتاعت الملوخيه كده، هطشهم على القلقاس. وادي زي ما انتم شايفين كده الميه بتاعت الرز اهي بتغلي. ولما بعد كده اقوم ساقطه الرز، هصفيه الرز عشان انا بنقعه شويه، وهصفيه واقوم ساقطاه في الحله. بس طبعا ايه عيني على الخضره والثوم احسن تتحرق. حطيتها على العين اللي ورا، وبعد كده رجعت في كلامي، قلت لا خليها على العين الصغيره عشان ما تتحرقش وابقى مركزه معاها. بس هجيب الرز بقى اهو صفيته وهسقطه، وهلاقيه محتاج شويه ميه صغيرين تاني، هحط له شويه ميه صغيرين. وبعد كده هيطلع مفلفل، هتشوفوه معايا في اخر الفيديو، هيطلع زي الفل ومفلفل وجميل. وعندي اهي الخضره زي ما انتم شايفين اهي بتحمر، هي والتومه اللي انا فرمتها او دقيتها في الهون حسب ما كل واحد بيحب يعني، او مقدرته يفرمها في الكبه لو عنده الهون. انا ساعات بستسهل واعملها في الهون احسن من الكبه، مش شرط يعني. بس واغطي كده على الرز اهو. وبعد كده هتكون التومه بالخضره خلاص احمرت اهي، خدت لون خلاص. هنقل بقى الرز مكان يكون الرز اتشرب، هنقله مكان والقاس، واجيب القاس مكانه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. بعد كده خلاص اهي التومه احمرت بالخضره، هقوم طشيها بقى زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا جماعه
الريحة كانت جميلة تحفة. بالهنا والشفا يا رب على اللي اكل. طبعا يا جماعة كلنا بنحاول ندبر امورنا وبنحاول نعمل اكلات اقتصادية وفي نفس الوقت تعجب الولاد، عشان طبعا زي ما احنا كلنا عارفين ان العيشة بقت غالية جدا، فربنا يرحمنا برحمته الواسعة ان شاء الله. بس هسيبها بقى لحد ما تستوي، تاخد غلوتين كمان وتستوي، والرز بقى اتشرب واوطي عليه كده، هي خلاص هي استوت. وطبعا الأجنحة زمانها في الفرن كمان استوت هقوم مطلعها تاخد. طبعا هي هتكون محمرة وهي من تحت والله، بس انا برضه هاخدها احطها تحت الشواية تاخد لون اكتر، وهوريكم معايا في الفيديو. بس اهي بصوا يا جماعة كده هي اهي خدت لون اهي، بس بقت جميلة اهي. بالهنا والشفا يا رب. بس يا جماعة وهنا كده خلاص الاكل بتاعي كله استوى. غرفت اهو الرز وغرفت القلقاس، وده مخلل كنت جايباه من عند الحاجة والدتي بتاع هي بتخلله، جبت من عندها حبة. ويا رب الأكلة تعجبكم واشوفكم بألف خير وسلام يا رب يا جماعة. مع ألف سلامة واشوفكم بكرة إن شاء الله. مع السلامة.